السلام عليكم. اكيد كلنا ملاحظين الفتره الاخيره الانحدار الشديد في جميع افلام الكوميك بوك اللي جايه من دي سي واللي جايه من مارفل كمان. افلام دون المستوى، افلام تحت المستوى، افلام فعلا اقل حاجه تقدر تقول عليها انها افلام سيئه، افلام ما تتبسطش وانت بتتفرج عليها. فيها الكام حاجه اللي انت متعود عليها من افلام الكوميك بوك، زي مثلا افلام مارفل اللي هو الكريدت سين اللي دايما بيكون احلى من الفيلم كله واللي دايما بيريبريزنت الحاجه جديده، ولكن ما دون ذلك الفيلم كله ما بيكونش فيه اي حاجه حلوه. على الناحيه التانيه كمان دي سي رايحه في 60 داهيه تحت قياده جيمس جان. كل الافلام اللي نزلت بعد قياده جيمس جان بصراحه افلام وحشه جدا. دي حاجه بصراحه تستحق ان الواحد يفكر فيها. ليه تستدعي التفكير فعلا. ايه اللي خلى الافلام دي بالشكل ده؟ فتعالوا مع بعض كده واحده واحده نفهم ونشوف ليه افلام الكوميك بوك بقت دون المستوى او انحدرت بشكل كبير جدا. يلا بينا نشوف. تعالوا مثلا نتكلم في البدايه كده على مارفل. ليه مارفل الافلام الاخيره اللي هي قدمتها فعلا ما كانتش على قد المستوى، رغم ان الافلام دي المفروض انها تريبريزنت لها او اتباع لها ان هي فعلا هتكون افلام جامده جدا وهتضخم لنا العالم وهتعمل حاجه مش طبيعيه؟ ليه الافلام دي كانت فعلا دون المستوى؟ مارفل المفروض من بعد فيلم انفينيتي وور واند جيم المفروض ان احنا خلاص كنا هنخش في مرحله جديده، مرحله اكثر ظلاميه، لان هو ده المفروض الشيء المنطقي من بعد الحادثه والحدث الكبير اللي حصل معاك ده والمشكله اللي انت اصلا كنت بتبيع لها في افلامك دي كلها. المفروض انت خلاص انت داخل على مرحله ظلاميه يا معلم. المفروض انت داخل بقى ايه؟ في مشاكل عايزين نحلها في مجتمع في الارض كده في الارث اللي احنا عايشين فيها دي. في حاجات كتيره لازم تتحل الاول، وده اللي اتعرض له في المسلسل اللي كان وحش بالمناسبه بتاع ذا فالكون اند وينتر سولجر. مشكله مارفل بالنسبه لي وهي واضحه لكل الناس وهي في الكتابه. الكتابه بتاعه الافلام واضح انها فعلا ضعيفه جدا. قبل كده كانت دايما مارفل بتهتم بان الفيلم لازم يكون فيه قصه متماسكه، مش لازم تكون قصه قويه بس انها تكون متماسكه. من بعدها هنقدم لك اللقطات اللي بتعجب الجمهور، اللقطات اللي بتخش عشان تتفرج عليها، المشهوره جدا بتاعت مارفل. هتخش تشوف فايتات مش طبيعيه، هتخش تشوف سي جي اي مش طبيعي، هتخش تشوف حاجات انت فعلا وانت طالع من الفيلم لسه محطوطه في دماغك جامده جدا. لو جينا مثلا نبص على فيلم زي انت مان كوانتمانيا، الفيلم اللي المفروض ان مارفل بعته ان ده هيكون فيلم ظلامي، من التريلرز ومن الحاجات اللي احنا شفناها ان خلاص كانج ذا كانكر الفيلن اللي انت عمال تريبريزنت له من ساعه ما بدانا اصلا المرحله الجديده، ان هو ده الجاي وهو ده التهديد الحقيقي وهو ده الشخص بقى اللي بص هيعلي على سانوس كمان. وفي فيلم انت مان كوانتمانيا ظهر لنا كانج بشكل ان هو، انا اسف يعني، انت مان مين اللي المفروض يهزم فيلن المفروض ان هو ده اللي هيكون التنين بتاع الليله دي كلها. ولو جيت قارنت مثلا فيلم زي انت مان كوانتمانيا بفيلم انت مان الجزء الاول، هتعرف ان فيلم انت مان الجزء الاول يفرق عنه بمراحل، على الرغم ان فيلم انت مان ده اتعمل في 2015 وفيلم ما كانش حد منتظره ولا حد كان مستني منه اي حاجه، وفيلم طالع فقط عشان يلا نقدم شخصيه جديده ويلا نعمل فلوس. انما في الناحيه التانية فيلم زي انت مان كوانتمانيا المفروض ان ده فيلم مهم جدا في التايم لاين اللي احنا بنتكلم عليه، اول تقديم لشخصيه كانج بالقوه بتاعته في العالم بتاعنا ودخول في الكوانتمانيا، والمفروض ان احنا في اللحظه دي هنخش في حاجه جامده جدا. وكل الناس توقعت اصلا ان هيكون في ساكرفايس، هيكون في اكثر جرأة ان احنا نروح للمرحله الظلاميه، وده ما حصلش خالص. الفيلم كان ابسط حاجه اقولها عليه ان هو كان سخيف. نفس الكلام اللي قلته على انت مان نفس الكلام اللي هقوله على فيلم جارديانز اوف ذا جالاكسي فوليوم 3، اللي بصراحه انا شايف ان هو ما كانش عارف هو عايز ايه. يعني الفيلن هاي ريفولوشنري، معلش انا عندي مشكله مع الار والال في نفس اللحظه فهتضيع مني. الفيلن ده المفروض ان هو كان بيتريبريزنت له برضه ان هو شخصيه جامده جدا، وهو شخصيه بقى اقوى حاجه على راي جيمس جان زي ما قال ان انا قدمت اقوى شخصيه في عالم مارفل. الفيلم كان معتمد بشكل بسيط على الايموشنال بين كيوت انيمالز كده حوالين بعضها وحاجات تدخل جوه قلبك وتعملك وتمام زي الفل كده، بس مفيش اي حاجه تانية في الفيلم ده تقدر تقول على انها كانت جامده خالص. في سي جي اي نضيف شويه عن اللي انت متعود عليه الفتره الاخيره، الهباب اللي احنا كنا بنشوفه من مارفل ده تمام، ولكن الفيلم كان ضعيف جدا جدا جدا. ممكن اقول ان كمان كان اضعف من الجزء الثاني اللي هو بالنسبه لي كان فيلم برضو عادي. ففي مارفل تحس ان في لخبطه شديده جدا، تحس ان في فعلا كتابه ضعيفه، تحس ان في المخرجين اللي شغالين ما هماش على قد الحدث ده. ودايما انا كنت احب اقول ان مارفل هي مش محتاجه مخرج تقيل ان هو يقدم لك حاجه جامده، لا انت محتاج مخرج متوسط عادي. غير طبعا بقى حوار الاجندات اللي مارفل عماله تخش فيها وعماله تقدم لها وان احنا كلنا ايد واحده بهجت والهبل اللي احنا بنسمع عنه ده، اللي طبعا يعني قلل الموضوع عندنا وخلى الواحد بقى متوجس لمارفل اكتر وقرفان منهم ويا رب تفشلوا وتروحوا في 60 داهيه. اما بالنسبه بقى لشركتي المفضله اللي مودينا كلنا في 60 داهيه وهي دي سي، فاحنا كلنا شايفين التخبط اللي من اول 2013، من اول ما قررت ان انت تعمل عالم سينمائي اصلا تحت قياده زاك سنايدر، وبعد كده سحبت عليه وقلت لا يا معلم انا مش مكمل معاك، هات لي بقى حاجه تانية، احنا هنعمل افلام كده ايه نجيب منها فلوس. وحسيت ان انت فعلا عملت حاجه كبيره بعد فيلم اكوامان، بعد ما حققت اكبر ايرادات في العالم ده، ومن بعده انت مش عارف توصل لاي حاجه، انت مش عارف تعمل اي حاجه اصلا، انت حاسس ان انت
بتتخبط ورايح في 60 داهيه. واللحظه اللي انت كنت المفروض فيها ان انت خلاص رايح عشان تبني حاجه جديده، رايح ان انت عشان تبني حاجه محترمه والناس كلها كانت مستنياها، وهنري كيفن رجع وكل الكلام الجامد ده، قلبت كل ده مره واحده. عيني جيمس جان، خد يا معلم اعمل اللي انت عايزه بالعالم بتاعك. وهوب جيمس جان راح رامي القنبله في وش الجمهور وقال لك انا هبدا من جديد، من الاخر كده، يلا بينا، يلا نعمل فيلم سوبرمان جديد، يلا نبدا عالم جديد، يلا نقول لكم بقى ان فيلم فلاش ده احسن فيلم في الدنيا، وان فيلم بلو بيتل ده فيلم خطير مش هتشوفوا زيه طول حياتكم. بس ثانيه واحده، كل الافلام دي ملهاش لازمه، لان احنا هنبدا من جديد بقى بعد فيلم سوبرمان اللي هينزل 2025 ان شاء الله يعني. اين المنطق في هذا الكلام؟ ودي مشكله كبيره جدا، ان انت ما عندكش رؤيه. جيمس جان لحد دلوقتي الناس كلها شايفه ان هو بيبيع كلام، ان هو الراجل ده عمال يضحك علينا وعمال يرمي كلامه وخلاص، وما عندوش اي فكره عن المفروض هيتقدم. هو سابها زي ما تقولوا كده على الله، يعني زي ما تيجي. والله الفيلم ده نجح هنقول إن ده نجحنا وزي الفل، ما نجحش هنقول بس احنا بس عشان ما كناش متوقعين مش عارف ايه. بالمناسبه يعني فيلم فلاش مش عارف يجيب ايراداته، وفيلم فشل بشكل مش طبيعي. وبلو بيتل نفس الحكايه برضه، رايح في نفس الاتجاه. واعتقد طبعا ان فيلم اكوامان محدش هينتظره ولا حد مستنيه، رغم ان المخرج بتاعه من اتقل المخرجين الموجودين دلوقتي اللي شغالين هو جيمس وان، ولكن ما اعتقدش ان جيمس وان هيكمل كمان مع عالم دي سي يعني. فالتخبط بتاع دي سي اللي هم المفروض ان هم مش عارفين هم رايحين فين، مفيش اي حاجه تتقدم في الافلام اللي جايه، ده كله مخلي ان فعلا كل الناس شايفه ان افلام الكوميك بوك هي دلوقتي بتموت، بسبب ان خلاص الافلام دي بقت موضه قديمه، ما بقتش زي الاول، ما بقتش هي الحدث الكبير، ما بقتش هي الفكره. لا الافلام دي بتموت زي ما كل الافلام. واللي قاله مارتن سكورسيزي المخرج العظيم طبعا، قال ان الافلام دي مش افلام، وان الافلام دي بتموت لحظه ولحظه، مش هتستمر معانا لفتره طويله. هو ده دلوقتي الكلام الصح. الراجل ده كان عنده رؤيه من وجهه نظر انا مش صح يعني، مع احترامي وحبي الشديد مارتن سكورسيزي واحد من احسن المخرجين اللي في التاريخ، مفيش اي حد يقدر يتكلم يعني. ولكن مارتن سكورسيزي كان رؤيته على الافلام اللي زي دي، اللي هي الافلام اللي بتخلو من القصه. يعني مثلا لو جيت انت من خلفيه واحد زي مارتن سكورسيزي، شخص بيحرت في الافلام، شخص بيعشق عمل الافلام، بيجي ممثلين بيطلعوا احسن ما عندهم، هنعمل احسن ما عندنا، مش عارف دايالوج جامد جدا، هنجيب الباتشينو في وشه دانيرو في فيلم هيت، وهما الاثنين يقعدوا يتكلموا وانت قاعد بتتفرج على حوار من اروع ما يمكن وبتستمتع وكل الكلام ده. عمره شخص زي ده ما هيكون مولع او محب الافلام السوبر هيرو عامه بالسي جي اي بالشغل اللي بيتعمل ده، ان هو سهل الدنيا شويه. اللي مخلي الافلام دي تعبانه وضعيفه بالشكل ده زي ما انا قلت في الاول، وهو الكتابه. انت ما بتعتمدش على قصه. يا جماعه ارجعوا اتفرجوا على الافلام اللي كانت فيها كواليتي، المسلسلات اللي كانت فيها كواليتي. ارجعوا اتفرجوا على مسلسل زي دير ديفل، مسلسل فيه كواليتي، مسلسل فيه تمثيل، مسلسل فيه سي جي اي وفيه فايتات وكوميك بوك وجامد فحت وما فيهوش اي مشكله وعنف، وبص يا معلم اللي انت عايزه كل حاجه. ومع ذلك هو مسلسل كوميك بوك. روح اتفرج يا سيدي على فيلم زي ذا باتمان اللي اتعمل من سنتين، فيلم جامد جدا، فيه تمثيل، فيه اخراج، فيه مخرج وراه شغال بشكل جامد جدا، ومع ذلك هو برضه فيلم كوميك بوك. وكذلك لو قلت لك ارجع اتفرج على افلام نولان، ارجع اتفرج على افلام زاك سنايدر الثلاثيه اللي عملها مع دي سي، اتفرج على فيلم واتش مان، كل دي برضو افلام كوميك بوك. ولكن الحاجه اللي تجمع الافلام دي كلها ان فيها كواليتي، فيها قصه، فيها تمثيل، فيها اداء، فيها ان هي من الاخر كده تقدر تقول قبل ما تتفرج عليها ان ده فيلم، بعد كده تقول كوميك بوك. مش ان ده كوميك بوك ان انا حاسس ان انا بمسك مجله وعمال بقرا بس وخلاص، استنى اللقطات الجامده جدا. حتى والله المجلات والقرايه وحتى افلام الانيميشن بيكون فيها قصه وبيكون فيها ترابط عن اللي احنا بنشوفه دلوقتي ده، لان هما دلوقتي اتبعوا فكره اللقطه، يلا بينا نعمل اللقطه اللي هتعجب الناس. فبقى كل المخرجين اللي شغالين مستنيين الحته الجامده جدا اللي احنا هنعملها بقى بشكل سي جي اي مش عارف ايه وكذا 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 وكذا، هتطلع بشكل سيء جدا. زائد طبعا المشكله اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، وهو ان انت عمال تزود في الانتاج كمارفل. انت بص، كان مارفل زمان مثلا في السنه بالكتير جدا فيلم فيلمين في السنه كلها وقف، لكن دلوقتي مارفل مسلسلين او ثلاثه في السنه، عليهم ثلاثه او مسلسلين برضو في السنه. وطبعا افشخ لي الناس اللي شغاله في الفي اف اكس بالسي جي اي اللي بيطلعين ابوهم اللي بيطلعوا الحاجه بشكل مش كويس، ان في طبعا ضغط عليهم ان احنا عايزين نعمل كذا ونعمل كذا وهنعمل كذا ونزود الانتاج بقى عشان نجيب فلوس 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 فلوس، وفي الاخر الناس دي بتتفحت وبيطلع الشكل بهذا. الفكره كلها في افلام الكوميك بوك انها ليه بقت سيئه، وهي ببساطه الكتابه. ان احنا دلوقتي المفروض ان الكتابه بتاعتنا بتكون متماسكه او افضل من كده شويه. كل الناس اللي شغالين على الكتابه بالمناسبه هم ناس شغلهم وحش جدا، قبل كده الناس دي ما نجحتش ومع ذلك هي لسه بتاخد اعمال ولسه بتشتغل. انا مش فاهم ليه بصراحه. الحاجه التانية وهي ان الافلام دي المفروض تروح لاتجاه تاني خالص. المفروض ان انت خلاص مارفل بعد اللي هي عملته ما ينفعش نكرره تاني، لا ينفع نكرره مع دي سي ولا حتى ينفع نكرره مع مارفل اللي هي مارفل اصلا. يعني الفكره دي في الناحيتين ما ينفعش تتكرر. ما ينفعش ان تاخد الافلام بتاعتك ان احنا لا احنا مش هينفع ناخد نفسنا بجديه برضو، احنا لسه الناس اللي بتهزر الحلوه الفاني الخفيفه الجميله اللي زي الفل دي،
خلاص ده المفروض ان احنا نبدا نقلله، مش هقول لك يا سيدي الغيه، هقول لك قلله خالص. اتفرج على مسلسل ذا بويز. امازون برايم لما حبت تعمل مسلسل جامد جدا مختلف عملت حاجه زي ذا بويز، مسلسل ما فيهوش اجمد سي جي اي ممكن يكون موجود في التاريخ او في الدنيا كلها، ولكن هو متماسك. ساعه ما نحب نعمل حاجه فيها سي جي اي هنعمل في حاجه فيها سي جي اي نضيفه، ولكن احنا مركزين على ايه؟ احنا مركزين على القصه، ازاي القصه بتتحكي، ازاي بناخد وقتنا ان احنا نحكي القصه بشكل كويس جدا، وازاي احنا عندنا ماتيريال محترم احنا المفروض ماشيين معاه. وطبعا ليفل الدارك في ذا بويز رهيب رائع خرافي. فكل اللي محتاج افلام الكوميك بوك دلوقتي بكل صراحه ان هم دي سي مارفل ياخدوا لهم سنه سنتين كده ما بينزلوش ولا فيلم. ابعد، ركز، ادي الناس بتوعك فتره، هات المخرجين اللي يشتغلوا بشكل بسيط وبشكل خفيف ان هم يعملوا الحاجه المحترمه، عشان بعد كده لما يطلع فيلم يطلع فيلم نظيف. اعتقد دلوقتي بالنسبه للمارفل الفيلم النظيف اللي احنا ممكن نقول ان احنا مستنيينه هو فيلم ديدبول، واللي لسه هينزل 2024 شهر 6، يعني كمان تقريبا سنه الا، يعني حاجه بسيطه. طبعا بالنسبه لدي سي انا ما اعرفش بصراحه هل هيكون فيلم اقوى من فيلم حلو وانا مش منتظره ولا مديله اي نوع من انواع الحماس. الفيلم التاني هو فيلم سوبرمان اللي هيكون من اخراج بقى جيمس جان، اللي هو قال انه هيتصور، لسه هو قال هينزل 2025 بس لسه مش واثقين. وطبعا فيلم ذا باتمان الجزء الثاني اللي هينزل برضه 2025، ولكن لسه مش عارفين هيبدا تصويره امتى، ومستنيين نشوف. هنشوف هل فعلا هل العالم ده هيبقى فيه قبلة حياة ويرجع للحياة مرة تانية، ولا هنفضل نعمل اللي احنا بنعمله ده ونخسر فلوس والناس مش هتهتم بالعالم ده ومحدش هيبقى عايز يخرج تاني افلام كوميك بوك، ونبدأ نروح نشوف حاجة جديدة ممكن تعمل لنا فلوس. معرفش، ولكن من وجهة نظر انا ان افلام الكوميك بوك مش بسبب انها بقت كتيرة والناس ملت منها، ولكن بسبب ان مفيش تجديد في اللي بيتقدم. اللي بيتقدم دلوقتي هو اللي كان بيتقدم زمان، فالناس اتنفخت، الناس زهقت. احنا عايزين حاجة جديدة، احنا عايزين نشوف حاجة بنفس كواليتي دير ديفل اللي يا خوفي من اللي مارفل هتعمله فيه، يا خوف. وبس كده، ده كل اللي كان عندي بالفيديو ده. شكرا لكم على وصولكم لنهايه الفيديو، اتمنى الفيديو يعجبكم. اشوفكم ان شاء الله في حلقات جايه او فيديوهات جايه. كان معاكم يوسف حموده من قناه بحب السيما، سلام عليكم.